سبحان الله، الناس برضها ما بتتعلمش، يعني يرجعوا تاني يوقعوا في نفس الخطأ، ورغم ان الخطأ بيتكرر بس هو طمع ابن لذينه. 60 مليون مش عارف ولا 6 مليار ولا مبلغ كده خرافي. طب ادونا اي حاجه من الفلوس دي اللي شغالين تدفعوا فيها يا راجل. ده انتوا لو تصدقتوا في الايام المفترجه دي بالمبالغ دي يمكن ارحم من اللي انتوا بتعملوه في نفسيكم ده. طلع المستريح بتاع اسوان وبعد كده المستريح بتاع الشرقيه، والموضوع يتكرر مره واثنين وثلاثه، والناس برضه ما فيش فايده. يعني الناس الطمع متغلغل فيها لدرجه فظيعه. برنامج مش عارف اسمه ايه، اف بي سي باين ولا ام بي سي ولا سبيستون، المهم برنامج كده تطبيق طلع من ضمن التطبيقات اللي هي تدفع فيها فلوس ويدوك فلوس زياده ومش عارف، وكل ما مش عارف ما تعمل ايه ويديك نسبه ارباح مش عارف ايه. نفس القصه اللي دايره كل مره بس بيختلف الطريقه بتاعت النصب. اتنصب على الناس في مبالغ خرافيه، يعني مبالغ لما تسمعها تتصدم. اتنصب عليهم برضو والتطبيق كل فلوسهم واداهم على مؤاخذه يعني على جفاهم، وخد الفلوس وفلسع. المبلغ التوتال في الاخر اللي اعلن عنه، يعني اللي هو المبدأ، يعني اللي هو مش عارف 6 مليار باين ولا 60 مليار ولا 6 مليون ولا 60 مليون، حاجه مبلغ كده خرافي، يعني حاجه ملايين مليارات من الارقام اللي احنا ما بنعرفش نعدها دي ولا نعرف نقولها يعني. المهم نظام التطبيق انه بيبعت لك بتخش تنضم للتطبيق. بعد ما بتنضم للتطبيق تخش تعمل مهمات. انت لما بتدخل التطبيق بتدفع مبلغ مثلا على حسب ما انت عايز يجي لك نسبة الارباح او العائد اللي هيجي لك من الحاجات اللي انت هتعملها في التطبيق. فبتدفع مثلا 1200 او 2500. بعد كده بتعمل مهمات. المهمات دي هم بيقولوا لك عليها اذا كنت مثلا هتخش تعمل لايك على فيديوهات، اذا كنت هتنزل تطبيق معين، اذا كنت هتروج مثلا لحاجه معينه. وبعد كده تبتدي يجي لك ارباحك بناء على الحاجات اللي انت عملتها او المهمات اللي انت عملتها. ممكن يجي لك 200 جنيه، ممكن يجي لك 250، ممكن يجي لك 300 على حسب المبلغ اللي انت دفعته. كل ما تدفع اكتر كل ما المهمات تزيد، كل ما العائد اللي هيرجع لك هيكون اكبر. المهم الموضوع فتح يعني، او الموضوع بيفتح معاك لغايه ما يوصل لمبالغ كبيره. يعني في ناس دفعت لغايه 100,000 و150,000 و200,000، وبترجع لك بقى ايه، ممكن مثلا تلاقي نفسك كسبان 30,000 40,000 حاجات زي كده. المهم الناس فضلت تدفع، وطبعا اللي بيشترك وبياخد فلوس كتير فبيروح يقول لحد تاني، فالحد التاني بيدخل فبيدفع فلوس كتير. فلما لما لقوا ان التطبيق فعلا بيديك فلوس وفلوس كتير جدا، فالناس طمعت فبقت تدفع اكتر. فده خلى ناس كتير دخلت وخلى الموضوع بقى منتشر جدا، لدرجة ان الناس بقت تدفع بال50,000 وال100,000 وال200,000 وال300,000، وكانت فعلا بترجع لها فلوس. طبعا عشان كانت بترجع لها فلوس ففي مصداقيه في البرنامج، فخلاص الناس بقت واثقه. انا مثلا النهارده لما ادفع 5000 والاقيها بترجع لي مثلا 7000، وبعد كده اروح دافع 10000 والاقيها بترجع لي 20,000 وهكذا، فانا هطمع، لا انا عايز زياده بقى. فهعمل ايه؟ معايا 100,000 في البيت مخزنهم، هروح حاططهم. وهو ده اللي حصل. الناس فضل البرنامج شغال لغايه اما الناس حطت مبالغ ملايين. ملايين يا عم الحاج، في ناس باعت بهايمها، وفي ناس باعت اراضيها، وفي ناس باعت بيوتها وحطت المبالغ دي. المهم مره في مره جه في مره التطبيق احنا في عندنا هدايا فهنديكم هدايا. اداهم الهدايا بالفعل. التطبيق المره اللي بعديها احنا في عندنا مسابقه، فدخلوا المسابقه فكسبوا اكتر. فضل الموضوع شغال على النظام ده زي الفل لغايه ما جه في مره تطبيق السيستم وقع. الناس تتصل مفيش حد بيرد عليها. فضلت تتواصل مع البرنامج، لا اصل احنا السيستم واقع، لا اصل احنا الدنيا دلوقتي مش مظبطه. طب بصوا احنا هنظبط السيستم وهنديكم الفلوس بتاعتكم. فضلوا على الموضوع ده مثلا يومين ثلاثه، رجع السيستم اشتغل. طب عايزين فلوسنا. طب بصوا انتوا عشان نحول لكم الفلوس ادفعوا لنا مبلغ معين، حسبة مثلا 5000 او 10,000، طبعا كل واحد على حسب النسبه اللي هو دافعها. يعني اللي دافع اقل بيدفع اقل، اللي دافع اكتر بيدفع اكتر. وانت طبعا عشان عندك مصداقيه للبرنامج فانت هتدفع وانت مغمض. ده برنامج احنا لينا مثلا شهور شغالين معاه وبيدينا وبيكسبنا. وبالفعل هو ده اللي حصل. الناس راحت ودفعت عشان خاطر الفلوس المعلقه تجيهم. بعد ما الناس دفعت والتطبيق عمل، او القائمين على التطبيق ده عمل مبلغ ضخم جدا، هوب السيستم مفيش، التطبيق مفيش، الارقام بتاعت التليفونات اللي كانوا بيتواصلوا عليها مفيش. فضلوا يرنوا على التليفونات مغلقه، يتواصلوا مع التطبيق ما حدش بيرد. كل حاجه خاصه بالتواصل مع التطبيق اختفت مره واحده. الناس طلعت طبعا، واللي راحت عملت شكاوي، والناس بقت تتصل بعضيها وتبلغ بعضيها احنا اتنصب علينا، الحقونا، اغيثونا، انقذونا، فلوسنا. المهم طبعا واحنا عارفين في الحالات اللي زي دي بيحصل ايه؟ القانون لا يحمي المغفلين، وقد كان.
فطبعا الناس دلوقتي كلها عماله تصرخ عشان خاطر عايزه فلوسها. طيب حلو، هنجيب لهم الفلوس منين؟ مفيش فلوس، العصفور خدها وطار. الناس اللي زي دي حلال فيهم اللي بيحصل فيهم. الفلوس دي انتوا لو بتجيبوها وبتدوها لنا، اهو على الاقل ندعي لكم دعوه حلوه، ما كانش يحصل كده. ولكن الطمع قل ما جمع، فتستاهلوا. هيبطلوا؟ مش هيبطلوا. بكره لو طلع تطبيق ولا طلع حد ولا طلع برنامج ولا طلع ايا كان وقال يلا يا جماعه الحقوا فيه مش عارف ايه، هتلاقيهم برضه هيتسلفوا عشان خاطر يروحوا ويقدموا برضه في الحاجات دي ويدخلوا في نفس الموضوع ويتنصب عليهم تاني ويرجعوا يعملوا نفس الموضوع تاني. فهو ده نظامنا وهو ده مبدأنا. من كتر ما الطمع بقى مالينا وبقينا ما بنقتنعش ولا بنرضى بالحاجات اللي بتكون معانا وفي ايدينا، بيحصل معانا كده. وفي الاخر مش هنقول غير المثل الشهير: طالما الطماع موجود يبقى النصاب بخير. تحياتي ليكم.